السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم تشكيلة الهلال المحتملة أمام النساجي مازندران الإيراني في دوري أبطال آسيا بمباريات الأسبوع الثاني، وأيضا سنتعرف على تفاصيل هذه المباراة. وقبل ذلك ادعمونا بإعجاب الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلكم أحداث وأخبار مباريات الهلال أولا بأول. شاركونا آراءكم وتوقعاتكم للمباراة في التعليقات، حيث ستقام المباراة على ملعب أزاداي في إيران، وتأتي ضمن مباراة ذهاب دوري أبطال آسيا الأسبوع الثاني. وستقام المباراة مساء الثلاثاء 2023 الثالث من شهر 10 من أكتوبر، حيث ستنطلق الصافرة عند 7 مساء بتوقيت مكة. وستكون المباراة منقولة عبر بي سبورت آسيا 1 بتعليق راشد عبد الرحمن، وبي سبورت بتعليق عامر الخضري، وقنوات الكاس بتعليق خليل بلوشي، وإس إس سبورت بتعليق عبد الله الغامدي وعيسى الحربين. حيث التشكيل المتوقع للهلال بقيادة مدربه خوخي خيسوس سيكون كالتالي: بعد أن تم استبعاد 3 لاعبين من القائمة هما ياسين بونو وأيضا سافيتش ونيفيز، لتكون التشكيلة كالتالي: في حراسة المرمى سيلعب بالعويس، في قلبي الدفاع البليهي وكوليبالي، في الأظهرة ياسر الشاراني وسعود عبد الحميد، في المنتصف سيلعب بكنو وأيضا بسلمان الفرج، من أمامهم في خط الوسط الهجومي سوف يلعب بنيمار، على يمينه مالكوم وعلى يساره سيكون ميشايل، بينما في رأس الحربة السفاح الصربي ميتروفيتش. هذه هي التشكيلة المتوقعة للهلال والتي ستكون بنسبة 99%. شاركونا توقعاتكم وآراءكم في للمباراة في التعليقات في الأسفل، والسلام عليكم ورحمة الله.